لو عايز تتعلم مونتاج وانيميشن كمل الفيديو للاخر. في الفيديو ده هعلمك ازاي تعمل انيميشن زي الفيديو اللي انت شايفه دلوقتي. ومش بس كده، هسيب لك لينك البروجكت فايل عشان تمشي معايا خطوه بخطوه ومفيش حاجه تقع منك. وان شاء الله مش هسيبك غير لما تعمل الانيميشن ده زي ما انت شايفه دلوقتي واكتر كمان. وما تنساش تعمل لايك واشتراك، ويلا ندخل في الشرح على طول. تعالوا بقى نخش على تاني مشهد. تعالوا نشوف تاني مشهد اصلا هو ايه. اوكي، ده المشهد التاني. انا هاخد نفس التكست ده وهنا هجيب نيو كومبوزيشن واكتب، هسميه رقم 2 على طول يبقى المشهد التاني. وممكن نخلي التايمر 15 ثانية بالكتير عشان ما يزولناش. اقول له اوكي. كنترول واي علشان اعمل نيو سوليد على طول، نسميها بي جي. وهاجي هنا من الريكتانجل تول وهاخد اول شكل اللي هو فوق اول واحد ده ريكتانجل تول، وهرسم مربع بالشكل ده. وبعدين كنترول الت هوم، كنترول هوم علشان يبقى في السنتر. هلغي الاستروك وهفعل الفيل واخليه اي لون دلوقتي عشان هعمل له انفيرتد او هعمل له تراك مات لحاجه تانية. كنترول سي، انا عامل كنترول سي لسه للتكست، فهاجي في المشهد التاني واقول له كنترول في. هاجي هنا وابتدي اكتب التكست بتاعي. اظبط كده حجم التكست ومكانه، ممكن اخليه بولد شويه بحيث ان هو يبقى شبه التكست اللي قدامنا. واظبط كده الفراغات دي، وفي اخر التكست اضيف نقطه وهبتدي اظبط مكانه بالشكل ده. من اي صوره عندك على الديسكتوب او الفيديو طبعا اللي انت عايز تحطه او تضيفه للبروجكت بتاعك. انا هسحب الصوره دي عشان بس تبقى واضحه، وهسحبها كده على المشهد على طول وهخليها فول شيب لاير. وبعدين هاجي على الصوره بتاعتي ومن تراك مات هسحب كده وهنزلها على الشيب اللي انا رسمتها. حلو، هي تاخد نفس الشكل. طيب لو جيت كبرت كده الشكل بتاعنا هلاقيه خد نفس الشكل بتاع المربع اللي احنا لسه راسمينه. حلو. طيب كنترول كليك يمين ونور اوبجكت، وكل حاجه في الصوره هحددها كده بكنترول ايه، واشيل العلامه اللي على النور اوبجكت وهسحب كده كله وهربطهم بالنور اوبجكت عند الثانيه رقم 2 كده. وهبتدي اعمل سكيل وهاجي كده في الاول وهبتدي اكبر الشكل بتاعه. حلو. حدد توكي فريمز وايزي ايز من اف 9 وجرافيتور كده وهسحب بالشكل ده. تعالوا نشوف كده. اوكي، وقت الانيميشن كبير قوي فخلونا نصغره بالشكل ده، نصغر كمان. حلو. تعالوا نشوف المشهد كده الاصلي. Just start working. حلو.